تخيل معايا الكابوس ده. انت شغال في شركة تجارة إلكترونية كبيرة، والشركة قررت تحول السيستم لمايكرو سيرفيسز عشان يستحمل الضغط. التيك ليد قال لكم يا شباب احنا هنعمل سيستم قائم على الأحداث، Event Driven Architecture، عشان نفصل الخدمات عن بعضها تماما، لوز كابلينج. وبالفعل عملتوا خدمة للأوردرات، وخدمة للدفع، وخدمة للشحن، وربطتوهم بمسج بلوكر. وفجأة يوم سيل كبير الساعة 3 الفجر السيستم بدأ يستهلك رامات بشكل مرعب، وداتابيز الشحن وقعت. لما قامت اكتشفتوا الكارثة. في عملاء اتخصم منهم الفلوس مرة واحدة، بس اتعمل لهم 5 اوردرات شحن مكررة لنفس المنتج. السيستم دخل في انفينيت لوب، دايرة مغلقة من الرسائل اللي عمالة تعيد نفسها وتخرب الحسابات. في اللحظة دي الكود بتاعك شغال والبروكر بينقل داتا بالملي، بس السيستم انهار معماريا. ليه؟ لأن في فخ هندسي قاتل وقعتوا فيه. تيم الأوردرات كان فاكر إنه بيبعت حاجة، وتيم الشحن كان بيفهمها بشكل تاني خالص. في عالم الديستريبيوتد سيستمز، اللغط بين كلمة مسج وكلمة ايفنت مش مجرد اختلاف مصطلحات، ده خطأ معماري قادر يهد برودكشن كامل. أهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. أنا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا هنفتح غطاء المحرك على أدق وأخطر فخ في الأنظمة الموزعة، فخ الانتنت ضد الفاكت. عشان نفهم الموضوع من فوق كاركتكتس، لازم نعرف ان الداتا اللي بتمشي في شبكة السيرفرات عندك بتنقسم لفلسفتين ملهمش تالت. الفلسفة الأولى هي المسج، أو اللي بنسميها هندسيا الكوماند. المسج بتمثل intent، يعني أمر أو نية لإحداث تغيير في السيستم. السيستم ألف بيبعت رسالة للسيستم ب، وبيقول له اعمل الأكشن ده بالتفصيل. الرسالة هنا ليها ديستنيشن واحد محدد ومستهدف بالاسم، والببلشر بيكون عارف ومستني ان الكونسيومر ينفذ الامر ده، وممكن يكون مستني رد. ده معناه انه بالرغم من انك شغال اي سينك وبتبعت في ماسورة رسائل، الا ان السيستم بتاعك لسه جواه تمبورال كابلينج، يعني الخدمات مربوطة ببعض زمنيا ووظيفيا. الفلسفة التانية هي الايفنت. الايفنت بيمثل فاكت، يعني حقيقة تاريخية حصلت خلاص في الماضي وانتهت، ومستحيل تتغير او تتمسح. السيستم هنا ما بيأمرش حد، السيستم مجرد مذيع، واجبه يعلن للعالم ويقول يا جماعة الأوردر رقم 55 اتعمل خلاص، أو العميل الفلاني دفع الفلوس. الببلشر هنا ما يعرفش وما بيفرقش معاه، وما يلزموش يعرف مين قاعد بيسمعه بره. هو بيرمي الحقيقة دي في البروكر ويمشي يشوف مصلحته. هو ده اللوز كابلينج الحقيقي اللي بنبني عليه الأنظمة الموزعة العملاقة. تعالوا نشرح الفرق ده في شكل البيلود وطريقة التعامل معاها جوه الكود. في المسج أو الكوماند، البيلود بتكون حادة جدا وتفصيلية imperative. الكود بيبعت أمر، مثلا create inventory reservation. الرسالة دي لو حصل فيها مشكلة والكونسيومر وقع، البروكر بيفضل محتفظ بيها ويعيد إرسالها ريتراي لحد ما تتنفذ، لأن عدم تنفيذها معناه إن البروسيس باظت. في الإيفنت البيلود بتكون وصفية لما حدث في الماضي، باسيف باست تنس. الكود بيذيع مثلا inventory reserved. الداتا هنا مش رايحة لخدمة معينة، دي رايحة لتوبيك. بيجي بقى سيستم الإشعارات يلقطها عشان يبعت SMS للمستخدم، وبيجي سيستم الاناليتكس يلقطها عشان يحدث الداشبورد الحقيقي للشركة. ولو في خدمة مش مهتمة بتعمل لها اجنور ببساطة. وهنا بتظهر تكنولوجيا خطيرة اسمها Event Carried State Transfer. يعني الايفنت مش بس بيقول ان حاجة حصلت، ده بياخد معاه نسخة من البيانات اللي حصلت، زي تفاصيل الاوردر كاملة.
عشان الكونسيومرز لما يستقبلوه ما يروحوش يعملوا سينك HTTP كول للخدمة الأساسية عشان يسألوها عن التفاصيل، وبكده بنحمي الداتابيز من الموت تحت ضغط الريكوستس. بما اننا شغالين في distributed systems، فالقاعدة الأولى بتقول الشبكة غير مضمونة، والرسائل كده كده هتحصل لها إعادة إرسال at least once delivery. وهنا بيظهر الاختلاف المرعب في طريقة معالجة الخطأ. لو انت بتبعت كوماند أمر شحن والشبكة هنجت، فالبروكر هيبعت الأمر تاني. لو الكونسيومر مش مصمم بمبدأ الايدمبوتنسي، يعني التحقق من عدم التكرار، هيشحن المنتج مرتين. وعشان كده الكوماندز محتاجة إدارة صارمة للستيتس. أما لو السيستم قايم على ايفنتس حقيقية، فإعادة الاستماع للايفنت المفروض تكون سيف آمنة. السيستم المستلم بيشوف الأوردر رقم 55 الدفع، هيقول تمام، أنا عارف المعلومة دي ومسجلها عندي من دقيقة، مش هعمل حاجة جديدة. الايفنت بيتعامل كستيت ابديت مش كتريجر لأكشن أعمى. الغلطة اللي دمرت السيستم في كابوس الساعة 3 الفجر إن التيم بعت أمر شحن جوه ماسورة ايفنت، ولما حصل الريتراي السيستم افتكر إنها أحداث جديدة وقعد يكرر العمليات. الخلاصة الهندسية للنهاردة، الديستريبيوتد سيستم الصح مش هو اللي شغال ايفنتات بس ولا رسائل بس. المعماري الشاطر هو اللي بيعرف يوظف الاتنين. استخدم المسجز او الكوماندز جوه حدود الباوندد كونتكست الواحد بتاعك، او لما تكون بتعمل بروسيس محددة الخطوات ومحتاجة ضمان تنفيذ بالترتيب، ساجة اوركستريشن، وليها مستلم واحد واضح. استخدم الايفنتس للربط بين المايكرو سيرفيس المختلفة بره الحدود، عشان تضمن ان لو خدمة وقعت باقي السيستم يفضل عايش وشغال ومحدش مستني حد. كوريوجرافي باترن. فهمنا الفارق الفلسفي والهندسي بين الأحداث والرسائل. تمام، الكتيبة كده وقفت على أرض صلبة. بس عشان الرسائل والإيفنتات دي تتحرك في البرودكشن محتاجين ماسورة خرسانية تشيل الطوفان ده، ومحتاجين نختار البنية التحتية الصح. وهنا بنقع في خناقة القرن الكبرى جوه قاعات الاجتماعات. نشتغل برمة MQ الذكي، ولا ندخل بالوحش الكاسر أباتشي كافكا، ولا نفضل على المحنك القديم أكتف MQ؟ استنونا في الكبسولة الجاية عشان نحسم خناقة القرن بالأرقام والتريد أوفس الحقيقية. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.